طيب مساك الله بالخير أبو مشاري، شكرا على هذه المداخلة. أنت من الناس اللي يدعو إلى إعادة تقديم المقترح ولكن بشكل جديد. شنو الشكل الجديد اللي يختلف عن مقترح فيصل كندري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أمسي عليك وعلى الإخوان معاك في الاستوديو، كذلك على المشاهدين. مساك الله خير مشاري. بالنسبة لنا خلينا نتكلم عن موضوع توحيد الجنسية. نعم. أنا طبعا فعلا مع توحيد الجنسية الكويتية ومع رفع التمايز اللي موجود الآن بين المواطنين الكويتيين. يا أخوان، أول شيء الدين الإسلامي الحنيف الجميع سواسية فيه، ما فرق بين المواطنين نهائيا، لا عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. كذلك عندنا الدستور الكويتي من أفضل الدساتير في العالم، ما فرق بين المواطنين الكويتيين نهائيا. المادة 7 تقول العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم، ركز على هالنقطة أخوي عبد الوهاب، والتراحم صلة وثقة بين المواطنين الكويتيين. إذا وين التراحم بين المواطنين اللي فيه ناس لا يزال عندهم نفس عنصري يبون الشعب الكويتي بتفرقة بين ما في بينهم، ما هم سواسية. هذه نفس عنصري ما مفروض انه يكون موجود عندنا في دولتنا الحبيبة. هذه واحدة. الشيء الثاني، الكويت البلد الوحيد في العالم اللي يتحدث أهله عن الأقدمية في الاستيطان. هذا كلام مفروض منه، ما في شيء اسمه. إذا نبي نرجع للاستيطان، وهذا الغزو العراقي الغاشم اللي ما فرق بين الكويتيين نهائيا، يعتبر محور رئيسي بالنسبة للكويتيين، كلهم دافعوا عن بلدهم. إذا المفروض ما يكون في عندنا النفس العنصري وهالتمايز بين المواطنين. أنا مع توحيد الجنسية وصح، وراح نقدم مشروع قانون وراح فعلا نعرضه على لجنة تشريعية مرة أخرى، لأن ما يجوز أن يعرض في فترة الانعقاد الأولى، لازم بعد الانعقاد الثاني يلا نقدر نعرضه. الشيء الثاني أخوي عبد الوهاب، بالنسبة للمواطنين الكويتيين خلينا نكون صادقين. في ذاك الوقت المشرع الكويتي اللي وضع قانون الجنسية كان حكيم في ذاك الوقت، فعلا حكمة كانت طاغية في ذاك الوقت، لما حط الكويتيين جميعهم قال من ولد لأب كويتي يعتبر كويتي. لاحظ النقطة هذه أخوي عبد الوهاب، من ولد لأب كويتي يعتبر كويتي. شنو هدفه من الجزئية هذه؟ لأنه فعلا كان حكيم في ذاك الوقت، لأن على مدى دولاب الزمن راح يتوفون جميع الكويتيين، لذلك راح يتساوون الجميع، راح ياخذ الجنسية الكويتية بصفة أصلية ونخلص من هالمشكلة هذه. كان الآن ما طلبنا بتوحيد الجنسية ولا شيء، لأن الكويتيين مع دولاب الزمن راح يكون كلهم سواسية، ياخذون الجنسية الكويتية بصفة أصلية. ولكن العنصرية اللي كانت موجودة هي اللي منعت أن الكويتيين يكونون سواسية. أنا أقول لك شلون. في 94 مجلس 94 أقر أن جميع الكويتيين اللي ولدوا لأب كويتي يعتبر كويتي، يعني أبوهاتهم المادة الثانية راح يحصلون على الجنسية الكويتية بصفة أصلية. وفعلا أقرها مجلس الأمة ورفعت إلى وزير الداخلية واعتمدوها. ولكن في ذاك الوقت كان وزير الداخلية أصر، هذه وأنا محسوب عليه الكلمة هذه، أصر أن لابد تنحط بالجنسية فقرة 3 مادة 7 بصفة أصلية. هو الصحيح الجنسية راح تكون بصفة أصلية فقط، ما في داعي انه يحط فقرة 3 مادة 7 بصفة أصلية. يحطها بصفة أصلية راح يكونوا جميع الكويتيين بصفة أصلية، ما في تمايز بينهم نهائيا، وراح على مدى الزمن راح تنتهي. ولكن النفس العنصري واللي ضغطوا على الجهود الداخلية بذاك الوقت جبروه انه يحط فقرة 3 مادة 7، وكان موجود. وذاك الوقت يقولون على اساس نبين لعيالنا وعيال عيالهم ان ذيل ابناء متجنسين. شوف النفس العنصري، وانا شديد الاسف اني اقول هالكلام هذا. لذلك أنا أقول الكويتيين كلهم سواسية، الكويتيين عظمهم واحد، الكويتيين منبتهم واحد، وأي إنسان يقول غير ذلك هذا إنسان لديه نفس عنصري. الكويتيين اللي جو من السعودية واللي جو من العراق واللي جو من بلاد فارس كلهم الآن لحمهم واحد وعظمهم واحد، لأن اللي جاء من الناس قدامه ناس نفسه، واللي جاء من الناس قدامه ناس نفسه، واللي جاء من الناس قدامه ناس نفسه. لذلك ليش يا أخوان تبون تفرقون بين الكويتيين؟ إحنا الآن وصلنا القرن 21، الآن حقوق الإنسان والمنظمات العالمية لا يمكن تقبل بالتفرقة بين الشعب الكويتي. إذا أنتم تنظرون لأمريكا والدول الأخرى تأخذون اللي يعجبكم وتشيلون اللي ما يعجبكم، هذا غلط. الدول أمريكا الآن اللي حكم أمريكا كان متجنس، والده كان متجنس. لا تميزون نفسنا وحنا والله لنا خصوصيتنا. شنو خصوصيتنا؟ حنا مسلمين، حنا دولة إسلامية، ما في شيء اسمه لنا خصوصيتنا، حنا في شيء احترام بعضنا. نعم بعد الوحدة الوطنية تلزمنا ان نكون سواسية استاذ محمد في الحقوق والواجبات. بومشاري بعد اذنك، بومشاري بعد اذنك اعتقد في بومشاري الدفاع الوطني واجب على الجميع. بومشاري لو سمحت بعد اذنك بومشاري
خلينا نسمع تعقيب الجماعة عليك وأرد أخذ رأيك.